كل الأبواب اتقفلت والدنيا بقت صامتة بشكل يخوف، والهوا تقيل وكأن أي نفس باخده محتاج مجهود. كنت متأكد إني مش لوحدي، في حد جوه معايا. الإحساس مش مجرد وهم، أنا سامع خطوات بطيئة تقيلة ماشية على الأرض الخشبية القديمة. كل خطوة بتقرب أكتر، وكل ما الصوت يجي ناحية المكان اللي واقف فيه قلبي يخبط أسرع، كأنه عايز يهرب من صدري. مديت إيدي على الحيط أدور على مفتاح النور، مفيش. كل حاجة غرقانة في ظلام، بس مش الظلام العادي، لأ، ظلام كأنه متعمد يخبي حاجة. القصة كلها بدأت ببساطة غريبة. كنت راجع من شغلي متأخر جدا، والساعة عدت نص الليل. الطريق فاضي والحي ساكن والهدوء مرعج. لقيت نفسي ماشي من قدام البيت القديم اللي دايما بيحكوا عنه قصص مرعبة. بيت مهجور من سنين، شبابيكه مكسرة والحيطة مشققة، والناس تقول إن كل اللي حاول يدخل مخرجش زي ما دخل. عمري ما صدقت الكلام ده، بس الليلة دي كان مختلف. الباب كان مفتوح، بيت قديم مهجور بابه مفتوح. الفضول لعب بعقلي، قربت وبصيت لجوه وحسيت إني لازم أعرف إيه اللي جوه. خطوة ورا خطوة دخلت. أول ما رجلي لمست الأرضية سمعت صرخة خشب قديم بيتوجع تحت حملي. ريحة تراب وعطن مالية المكان، هوا خانق يخليك تحس إنك داخل مكان ميت زمان. أول غرفة كانت فاضية تقريبا، بس الإحساس اللي سيطر عليا إني مش لوحدي. لفيت بسرعة، عيني تلمح كل زاوية، لكن مفيش أي حد. فجأة الباب اللي دخلت منه اتقفل بقوة ورايا. اندفعت بسرعة علشان افتحه، مفيش فايدة. حاولت ألف على باقي الأبواب، كل باب أقرب له يتقفل في وشي، زي ما يكون في حد بيتعمد يحبسني. سمعت صوت فوق، خطوات بطيئة بتكسر الصمت. طلعت السلم، وكل درجة كنت حاسس إن وزني بيتضاعف من الرهبة. وصلت الدور التاني، لقيت شباك نصه مكسور والهوا بيدخل يحرك ستارة قديمة لونها مصفر من التراب. الستارة كانت بتهتز، لكن الغريب إني شفت وراها ظل واقف. قلبت الستارة بسرعة، مفيش حد، بس الظل كان لسه على الحيطة، ظل إنسان واقف. سمعت خطوات ورايا، لفيت بسرعة، مفيش حد، لكن الإحساس كان بيزيد. الجو بقى أبرد، وريشة صغيرة طارت في الهوا وعدت من قدامي، كأني في عالم خارج الزمن. فجأة همس واضح في أذني: أنت جيت ليه؟ الصوت ما كانش صوت شخص عادي، كان خليط غريب، نصه راجل ونصه ست، ونبرة بتخلي شعرك يقف. أنا مش قادر أرد، جسمي متخشب ولساني اتشل. والهمس رجع تاني: المكان ده مش ليك، ده ليا. في اللحظة دي سمعت ضحكة، مش ضحكة عادية، ضحكة تقيلة طالعة من الجدران، من الأرضية، من السقف، كأن البيت كله بيضحك عليا. قررت أهرب، نزلت أجري ناحية الباب الرئيسي، وهنا كانت المفاجأة: الباب مفتوح، النور من بره كان ظاهر. اندفعت بكل قوتي، مديت إيدي على المقبض، وفجأة الباب اتقفل في وشي بقوة خلت إيدي توجعني. اللحظة دي سمعت ضحكة، ضحكة مش طبيعية، مش جاية من شخص واحد، كأن الجدران نفسها بتضحك. وقعت على الأرض، عيني بدأت تزوغ والنفس بقى تقيل. لكن قبل ما أفقد وعيي شفته واقف قدامي، نفس الطفل اللي وشه كان متشخبط في الصورة. جسمه صغير لكن ملامحه مش موجودة، وشه كله اسود زي ظل ماشي بشكل إنسان. قرب مني بخطوات بطيئة، ركع جنبي وبصوت تقيل قال: دلوقتي انت مش غريب، انت بقيت واحد منا. وبعدين كل حاجة اختفت، الظلام بلعني بالكامل. بس المريب إني صحيت تاني يوم في سريري، هدومي نظيفة، إيديا سليمة، ولا كأني دخلت البيت أصلا. لكن على الكومود جنب السرير كانت الصورة، نفس الصورة القديمة، والعيلة بص عليا. المرة دي الوش اللي كان متشخبط اتمسح، واللي مرسوم مكانه هو وشي أنا.
طلعت السلم وقلبي بيدق بقوة. الطابق التاني كان أكثر رعبا، شباك مكسور والهوا بيحرك ستارة صفرة باهتة. الستارة كانت بتهتز بشكل مش طبيعي، كأن في حد وراها. قربت بخوف وبإيدي المرتعشة بعدت الستارة، مفيش حاجة، لكن الظل كان لسه موجود على الحيطة، ظل إنسان واقف. سمعت خطوات ورايا، لفيت بسرعة، مفيش حد، لكن الإحساس كان بيزيد. الجو بقى أبرد وريشة صغيرة طارت في الهوا وعدت من قدامي، كأني في عالم خارج الزمن. فجأة همس واضح في أذني: أنت جيت ليه؟ الصوت ما كانش صوت شخص عادي، كان خليط غريب، نصه راجل ونصه ست، ونبرة بتخلي شعرك يقف. أنا مش قادر أرد، جسمي متخشب ولساني اتشل، والهمس رجع تاني: المكان ده مش ليك، ده ليا. في اللحظة دي سمعت ضحكة، مش ضحكة عادية، ضحكة تقيلة طالعة من الجدران، من الأرضية، من السقف، كأن البيت كله بيضحك عليا. قررت أهرب، نزلت أجري ناحية الباب الرئيسي، وهنا كانت المفاجأة: الباب مفتوح، النور من بره كان ظاهر. اندفعت بكل قوتي، مديت ايدي على المقبض، وفجأة الباب اتقفل في وشي بقوة خلت ايدي توجعني. اللحظة دي سمعت ضحكة، ضحكة مش طبيعية، مش جاية من شخص واحد، كأن الجدران نفسها بتضحك. وقعت على الأرض وحاولت أزحف بعيد. فجأة حسيت بنفس سخن جدا بيخبط على رقبتي، صوت تنفس تقيل لدرجة إني حسيت جلدي بيتحرق. حاولت أبص ورايا لكن جسمي ما استجابش. في آخر لحظة قبل ما أفقد وعي شفته واقف قدامي، نفس الطفل اللي وشه كان متشخبط في الصورة. جسمه صغير لكن ملامحه مش موجودة، وشه كله اسود زي ظل ماشي بشكل إنسان. قرب مني بخطوات بطيئة، ركع جنبي وبصوت تقيل قال: دلوقتي انت واحد منا. وبعدين كل حاجة اختفت، الظلام بلعني بالكامل. بس المريب إني صحيت تاني يوم في سريري كأن مفيش حاجة حصلت، هدومي نظيفة، إيديا سليمة، ولا كأني دخلت البيت أصلا. لكن على الكومود جنب السرير كانت الصورة، نفس الصورة القديمة، والعيلة بص عليا. المرة دي الوش اللي كان متشخبط اتمسح، واللي مرسوم مكانه هو وشي أنا.